اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من رياضه في رياضه، واللي هنتكلم فيها النهارده عن استعدادات الفريق الاول بالنادي الاهلي لمباراه ولقائه بفريق الوداد المغربي يوم الاحد المقبل 4 يونيو، ده في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. اما الاياب هيكون في الدار البيضاء يوم 11 يونيو. استعدادات كثيره وتفاصيل عديده هنتكلم فيها النهارده مع ضيفنا اللي مشرفنا في استوديو رياضه في رياضه، الكابتن طلعت اسماعيل مدرب الاهلي السابق وانبي الحالي. اهلا بيك معنا. اهلا بحضرتك يا فندم، والشرف ليا ابقى متواجد مع حضرتك دايما. شكرا جزيلا، شرف لينا. ونبتدي مع حضرتك باستعدادات بالفعل بتتم واخرها اليوم. كان في ميران اليوم في استاد التتش طبعا الفريق الاول للنادي الاهلي غاب عن الميران البدني اللي شاركوا في المباراه الاخيره امام سيراميكا، اما اللي لم يشاركوا فكان بالفعل الميران كان على اشده، ميران قوي جزء بدني وتدريبات بالكره. فنتكلم على هذه التفاصيل. طبعا كولر ختم الدوري بالمباراه الاخيره بمباراه سيراميكا، ولازم اللعيبه كانت ترتاح. طبعا كان حمل عالي جدا، مباريات متتاليه ورا بعضها، وده ادى ان اللعيبه كان عندها اجهاد، وده شفناه في اخر مباراه للاهلي امام سيراميكا. الاهلي محتاج من هنا لحد يوم 4 ان هو يذاكر قوي الوداد. الوداد فرقه من الفرق القويه اللي عندها خبرات عاليه جدا في البطولات الافريقيه. محتاجين ان احنا اللعيبه تبقى فايقه. اللعيبه في المباريات المتتاليه بتاعه الدوري بيحصل لها اجهاد، وده كان واضح جدا في المباراه الاخيره سيراميكا وما قبلها مباراه الجيش. ولكن لعيبه الاهلي عندها خبرات برضو، زي ما بنقول ان الوداد عنده خبرات، كمان الاهلي عنده خبرات. حضرتك لو شفتي الاهلي من ساعه ما بدا البطوله وكلنا كنا بنقول الاهلي مش هيكمل البطوله، وكان قاب قوسين او اقرب ان هو يخرج. ده يخلينا نفتكر معاك بقى مباريات كانت في اوائل هذا الدوري، دوري الابطال، ابطال افريقيا، وفعلا زي ما انت بتقول كنا كجماهير اهلي يعني مصدومين شويه من بعض النتائج. بس عايزين نوضح قبل ما نتكلم على يعني فلاش باك كده للمباريات، نقول ان هيكون وده خبر مؤكد ساعه الاستاد المدرجات هتكون 50. ده خبر مؤكد باذن الله، 50,000 ساعة المدرجات في هذه المباراة القادمة أمام الوداد المغربي. والله حضرتك لو فتحنا ان العدد يحضر قد ايه، انا مش هقول لحضرتك 200,000 و300,000، لان احنا كلنا لينا الفخر ان يبقى عندنا النادي الاهلي. النادي الاهلي بيطمع كل مصري موجود على ارض مصر ان هو يبقى عنده نادي كبير بحجم النادي الاهلي. صحيح. اللي عمله الاهلي اعجاز. هو مش جديد على الاهلي طبعا ان هو يوصل لنهائي البطولة، ولكن الاهلي في بداياته المتعثرة كبطل كبير. دايما حضرتك قلت لي دلوقتي ان احنا هنعيد ذكريات المجموعات بالظبط. الاهلي بدأ في مجموعه قويه جدا، كان فيها صن داونز الجنوب افريقي، الفريق المرعب، مع الهلال السوداني بشكله الجديد ومستواه المتحضر، مع القطن الكاميروني يمكن هو كان اكتر فريق متواضع في المجموعه. الاهلي بدأ ماتشاته كلها وصعد تاني المجموعه بالتساوي مع الهلال، ثالث المجموعه ب10 نقاط. الاهلي كنا دايما بنقول ان الاهلي بيبدأ وحش بياخد البطولة، يعني الاهلي معودنا في اخر كام سنة فاتت ان دايما لما بيبدأ وحش بياخد البطولة. سبحان الله. وده اللي احنا يعني استرشدنا بيه ان شاء الله الاهلي ياخد البطوله ان شاء الله. هرجعك وهنرجع تاني معاك فعلا للمباريات اللي كانت في الاول في دوري الابطال، ولكن عشان دلوقتي معانا على الشاشه بعض اجزاء من مباراه الاهلي مع سيراميكا والتشكيل اللي كان موجود في المباراه دي. هل حضرتك شايف انه ممكن يكون هو التشكيل المقبل في مباراته امام الوداد؟ احنا هنقول طبعا التشكيل، انا بيميز كولر ان هو مثبت التشكيل، ودي حاجه محترمه جدا. الاهلي بقاله فتره كبيره جدا بيعاني من عدم ثبات التشكيل. ايوه. لما نقول طبعا حراسه المرمى، احنا عندنا ما شاء الله 3 حراس على اعلى مستوى. أيوة. شفنا مصطفى شوبير في المباراه الاخيره، حاجه محترمه جدا جدا. علي لطفي في المباراه اللي قبليها اصيب طبعا من سامح محارب بدون قصد طبعا. أيوة. المباراه اللي قبليها اللي اصيب فيها علي لطفي برضو الراجل ادى بطريقه كويسه جدا. أيوة. طبعا الشناوي وحش افريقيا، عوده الشناوي اضافه قويه للاهلي طبعا. فانت بتتكلمي على ان كولر عمل شويه حاجات احنا عايزين نتكلم عنهم النهارده. بما ان احنا عندنا نادي كبير اسمه النادي الاهلي بمدرب كبير اسمه كولر. الراجل ده اضاف حاجات كتيره للنادي الاهلي. صحيح. كتيره فوق اكتر ما هي موجوده، يعني النادي الاهلي عنده حاجات
واي مدرب بيجي بيستفيد من النادي الاهلي وبيضيف للنادي الاهلي. يعني خلينا نبقى دايما متفقين ان اي مدرب بيجي النادي الاهلي هو بياخد اسم النادي الاهلي، دي حاجه كبيره جدا، ده اولا. فده سي في قوي جدا لاي مدرب. وامكانيات اللعيبه بقى، وامكانيات اللعيبه والاداره طبعا بتفرق من مدرب او طبعًا جهاز فني طبعًا او مدير للجهاز الفني عن اخر في الاستفاده القصوى من امكانيات اللاعبين. تمام. فكولر اضاف للاهلي ايه بقى؟ اول حاجه ثبات التشكيل. يعني دلوقتي لو جبنا 3 اشخاص وقلنا لهم تفتكر مين اللي هيلعب مباراه الوداد، 90% التشكيل هيطلع صح، ال3 هيتفقوا على 90%. يعني انا لما اقول الشناوي محدش هيختلف ان الشناوي طالما جاهز هو اللي هيبدا. ايوه، يبقى اول واحد هنتكلم عليه الشناوي. خط الظهر عنده ثبات في خط الظهر، عبد المنعم بيأدوا على اعلى مستوى الفتره الاخيره طبعا. ودي حاجه تفرح النادي الاهلي ان عنده خط دفاع قوي. كنا بنعاني من الفتره الاخيره دي ان الخط الدفاع بتاعنا فيه مشاكل. أيوة. دلوقتي عندنا طبعا متولي وعبد المنعم ولهم بدله على اعلى مستوى، ياسر ابراهيم طبعا برضو بديل كفء. لما نتكلم على الجهه اليمنى، محمد هاني بادائه العالي جدا في الفتره الاخيره. علي معلول افضل اجنبي جه مصر او افضل لاعب محترف من تونس جه مصر. ايوه طبعا ما شاء الله. وسط الملعب الاهلي مع الذكر يعني بيلعب 4-2-3-1، دي طريقه لعب كولر. 4-2-3-1 طريقه ثابته بقى لها فتره كبيره، ويمكن هي دي افضل طريقه الاهلي بيجدها في الفتره الاخيره. لما يعني نتكلم على وسط الملعب لا بيبقى فيه راس حرب طبعا. 4-2-3-1، 4 خط الظهر، 2 ارتكاز قدامهم ديانج وحمدي فتحي او مروان على حسب واجبات كل واحد فيهم، وبيأدي قدامهم 3. ال3 دول وطبعا الارتكاز هيبقى ديانج ومروان. ال3 اللي قدامهم حسين الشحات هيبقى في الجهه اليمين، وبتتكلمي على حمدي فتحي في الارتكاز في الوسط، وبنتكلم على ان هيبقى طبعا بيرسي تاو المتألق اللي مستواه عالي جدا في الفتره الاخيره. صحيح. فانت بتتكلمي على لعيبه، يعني انا شايف ان كل اللعيبه عليت. ماذا عن وطبعا كهربا طبعا هو راس الحربه الاخير. انا عايز اقول لك ان كل اللعيبه مستوى عالي، ان كولر ده نجاح ليه. دايما بتقيس المدرب بقياس اللعيبه. اما اقول ان اللعيبه دي مستواها كفريق كتيم واحد كله عالي، يبقى المدرب ده شغال صح. صحيح. لما تتكلمي على ان الاحمال البدنيه اللي بياخدوها متوازيه مع الماتشات وكتر الماتشات اللي هم بيعملوها، يبقى ده مدرب فاهم جدا. طبعا لقاء سيراميكا اللي احنا لسه شايفينه من شويه، الاهلي تغلب فيه بنتيجه 1-0، هدف جميل جدا لحسين الشحات. أيوه. اتمنى من الله ان هو يكررها في مباراه الوداد ان شاء الله باذن الله. وقبل ما نكمل مع حضرتك يا كابتن اسئلتنا، معانا دلوقتي مشاهدينا على الهاتف الناقد الرياضي الاستاذ عثمان ابراهيم. اهلا بيك معانا. ازي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. وجماهير الاهلي بالطبع متطلعه للفوز سواء في مباراه الذهاب او الاياب. شايف حضرتك الاستعدادات ومدى كمان قوه النادي الاهلي للفوز بهذه المباريات؟ يعني مبدئيا طبعا خبر جميل جدا لجماهير الاهلي. الموقع عنده 50,000 متفرج في المباراه، ويستعد عدد طبعا كابتن عمرو فاروق نائب رئيس النادي، وحتى شكر الجهات الامنيه على الموقع على ذلك على الجماهير من 20,000 ل 50,000. طبعا خبر مهم جدا جدا للنادي الاهلي. اعتقد ان وجود 50,000 متفرج في القاهره هيكون ايجابي جدا جدا، وهيكون عامل قوه ده كتير. والصوت بس لو حضرتك بس تعلي صوتك. حضرتك سامعني كده احسن افضل؟ كده معقول. اتفضل. فبقول لك الخبر طبعا مهم جدا. زياده الجمهور من 20,000 ل 50,000 متفرج كده هيشكل قوه دفع ايجابيه كبيره جدا للنادي الاهلي واللاعبين في المباراه التي لا تخفى على فيها. مباراه الذهاب عندنا هنا في القاهره وسط الجماهير عن قوه دفع معنويه كبيره جدا جدا، مسانده من كل الجهات النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. اعتقد هيجي بقى دور اللعيبه الجهاز الثاني ازاي يقدروا يخترقوا دفاعات الوداد تحقيق نتيجه ايجابيه هذه المباراه. واعتقد من وجهه نظري ان اهم شيء هو الخروج بشباك نظيفه قبل ما نفكر في عدد الاهداف. يعني 1-0 اكيد افضل من 2-1. سجلت 2-0 اكيد افضل من 1. فالحفاظ شباك نظيفه ثم زياده عدد الاهداف اللي بتسجلها، اعتقد هيكون هدف رئيسي للنادي الاهلي في المباراه دي. ونفتكر ان المباراه 180 دقيقه
الدقيقه الاولى هتكون في القاهره، صح. الدقيقه الثانيه هتكون في المغرب. اعتقد دي امور لازم قياسها بميزان حساس جدا. صحيح. الجمهور اللي يكون متواجد يؤدي دوره، ناخد بالنا يا جماعه، والنقطه دي اللي بناكد عليها. كل واحد له دور، لما تكون اللعيبه عايز تأدي دورها بشكل كبير، انها تأدي في الملعب وتفوز، المدير الفني عنده دور في قراءه المنافس واختيار التشكيل المناسب. انت كجمهور ليك دور، صحيح. وهو تشجيع في المؤازره زي دقيقه. الوارد دي مباراه معقوده، وفي اخر 10 دقائق الاهلي فيه جول واثنين، يبقى انت دورك تشجع وتأذى لاخر دقيقه. حقيقي احنا بنضم صوتنا لصوتك طبعا. في مطالبه الجماهير بهذا الالتزام. ايوه. الجمهور اهو الجهات الامنيه سمحت بمرور على ساعه كامله ان شاء الله، هيبقى احسن من بدري لان كده لازم تقطع وتحضر المقصد عشان تشجع صوت النادي تشجيع لا يتوقف للاعبيها. زي ما احنا بنشوف المغرب تقريبا شفنا طريقه اجواء استضافه النادي الاهلي في ماتش 8 الجمهور كان عامل ازاي، بالرغم ان الاهلي كان ذهاب كده طلعت، لكن كل المساندين لحد اخر دقيقه. احنا عايزين المسانده الايجابيه، هو ده دور الجمهور، كل واحد يقوم بدوره. اعتقد وقتها هنوصل للهدف المشهود لفوز النادي الاهلي باللقب الحديث في تاريخه ويعزز الرقم القياسي فيه. والمصر طبعا فيها اكثر بلد فازت بهذه البطوله، سواء النادي الاهلي والزمالك ومن قبلهم طبعا النادي الاسماعيلي صاحب اول لقب في هذه البطوله. وصول بعثة الوداد المغربي اليوم ودخول الجهاز الفني يعني قرر وفضل ان يدخل الفريق الاول للنادي الاهلي معسكر مبكرا. هو شايف ان ده الحفاظ على تركيز اللاعبين ومعايشة اجواء المباراة مبكرا. تقييم حضرتك لهذه الاستعدادات؟ اعتقد قرار موقف ناخد بالنا ممكن اللعيبه كلها مش زي بعضها، ممكن لاعب يبقى عارف ومقدر مسؤولياته، مفيش سهر، بينام بشكل مبكر، بيصحى بشكل مبكر، بيكون معظم ساعات نوم بالليل، الاكل بتاعه لما يكون في معسكر موقف ثلاثه، حتى الاكلات اللي بتكون بين الوجبات ده متقاسه بمقدار معين عشان يوصل للاعبين للمستوى الجيد من ناحيه التغذيه. وعلى فكره التغذيه ده علم اسمه علم التغذيه، فبالتالي ده لما هياكل كويس هياكل كويس في 3-4 ايام قبل المباراه هيفرق بشكل كبير. يمكن في تحسن في اداء النادي الاهلي بشكل واضح ما شاء الله، حاجه عظيمه جدا في الفتره الاخيره. بالظبط، يعني تقييمك فعلا للفريق في الفتره الاخيره. اتفضل. واضح. فهو عايز يحافظ، كل ما عايز يحافظ على الفروقات دي وعايز يكمل على ده. ان اهم مباراتين للاهلي في الموسم الحالي هم المباراتين دول. اعتقد ان مسابقه الدوري الاهلي قاب قوسين وادنى من الحفاظ على الفوز بلقب الدوري والتعادل مره اخرى بعد امريكا وصالح فريق الزمالك. لكن الفتره دي لو تبقى بتوصل بعد خساره الموسم اللي فات امام الوداد تحديدا في ملعب مركز محمد الخامس. يعني النادي الاهلي هيكون بيسعى بالفعل لرد الاعتبار. انا هختار الجول ده، انا هسيب جول مدرب مانشستر سيتي ان اجمل حاجه في القدم انها دايما بتديك فرصه ثانيه. لما ريال مدريد اطاح مانشستر سيتي بدوري ابطال اوروبا الموسم اللي فات في قبل النهائي، لعبت الان دور في نفس الدور. شفنا مانشستر سيتي ازاي رد اعتباره داخل الملعب وفاز على ريال مدريد 4-0. المباراه كانت كده تركيز جانب واحد بشكل قوي جدا جدا. فالكوره بتدور يعني فرصه ثانيه انه يقابل الوداد وبرضه في النهائي وماتش التتويج يكون في ملعب مركز محمد الخامس. اعتقد فرصه جيده جدا جدا لهذا الجيل المؤلف، هو جيل ساعدي للنادي الاهلي بل ان ينجحه بقى متطور. صحيح، بنتمنى بالطبع كل التوفيق وكل الفوز للنادي الاهلي. شكرا جزيلا الناقد الرياضي عثمان ابراهيم. وبنستكمل كلامنا يا كابتن، وانت هترجعنا تاني شويه للمباريات اللي كانت في بدايه دوري الابطال عشان نعرف فعلا ازاي ان البدايات مش شرط انها تنبئ عن اي نهايات. احنا قلنا الاهلي كان في المجموعه الثانيه، الاهلي صعد تاني المجموعه بعد صن داونز. صن داونز كان فريق مرعب جدا طبعا، وكسب الاهلي 5-2 في ظروف ما قبل كولر. يعني كولر من بدء ما حضر للاهلي الاهلي اختلف تمام. الوداد صعد كاول مجموعه. انا عامل حتى مقارنه كده عن ما بين الاهلي والوداد في من حيث المشوار ومن حيث الهداف والدوري المحلي، طريقه اللعب وتشكيل الفريق. لا الاهلي ان شاء الله كفته ارجح تمام. طبعا الوداد بيعاني في الدوري المغربي، هو تاني الدوري المغربي حاليا بعد الجيش الملكي. المباراه الاخيره ليه تعثر فيها طبعا، ما كسبش رجاء.
الاهلي في الدوري متفوق. الاهلي صحيح. زي ما قال الاستاذ عثمان دلوقتي رغم ان لسه كمان 10 مباريات طبعا، وقال لي طبعا في الماتشات لعب 24 مباراه فقط، في حين ان الفرق كلها لعبه 30 مباراه و29 مباراه. مظبوط. الاهلي في دور الثمانيه قابل الرجاء، طبعا تعادل هناك وكسب 2-0 هنا. بعد كده قابل الترجي، الاهلي كسب 3-0 و1-0. حتى النتائج تدل ان الاهلي اقوى، الاهلي فايق اكتر، مركز اكتر. أيوة. بينما الوداد اول ما صعد اول المجموعه تعثر قدام سيمبا التنزاني واتغلب 1-0 وكسب 1-0 وصعد بضربات الجزاء. أيوة. بعد كده قابل صن داونز، اتعادل في ملعبه بدون اهداف وتعادل 2-2 في ملعب صن داونز وصعد بفارق الاهداف في حاله الملعب الخارجي. فده يدل ان الاهلي لم يتعثر في الادوار اللي ما بعد المجموعات. صحيح. الوداد تعثر كتير قدام سيمبا قدام صن داونز، الاهلي جاهز اكتر وده على مسؤوليتي انا حضرتك. الاهلي فايق، الاهلي مركز قوي. الاهلي ان شاء الله هياخد البطوله في المباراه الذهاب اللي موجوده في القاهره. ان شاء الله هنروح ملعب مركب الخامس بالمغرب واحنا 2 أو 3-0 ان شاء الله. بإذن ان شاء الله ان شاء الله. وعلى ذكرك للاختلافات اللي ما بينهم في دوريات هذا العام، سواء الدوري المصري او الدوري المغربي، كمان نتكلم على تاريخ المباريات ما بينهم. طبعا تاريخ يعني حافل. يعني انت بتتكلمي ان احنا بنقول رد اعتبار، انا ما بعتبرش الكوره في حاجه اسمها رد اعتبار. يعني الكلمه دي انا بختلف عليها مع اي حد بيتكلم رياضيا. يعني مجال الكوره او دايما الدوريات المحليه او الافريقيه او حتى العالميه، انت حضرتك بتقابلي كل الفرق ممكن مرتين ثلاثه في السنه. فلما تتكلمي على الوداد والاهلي، هم فريقين عريقين جدا. الاهلي بطل القرن، الوداد من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا. فانت بتتكلمي على فرقتين اقوياء. النهارده انا اكسب، السنه الجايه هو يكسب، ده حاجه طبيعيه جدا في مجال الكوره. الاهلي عنده اعتبار كبير، مش محتاج ان هو يثبت رد اعتباره بمباراه او مباراتين. الاهلي يملك من البطولات ما يفوق كل الفرق المغربيه، ولكن احنا دايما بنلعب الوقت بوقته. دايما اللي بيكسب الاهلي او الاهلي بيخلي الاهلي في المرتبه الاولى انه بيلعب كل مباراه على حده. الاهلي بيتطلع للفوز باللقب للمره ال11. انجاز تاريخي. الوداد المغربي بيتطلع للفوز للمره الرابعه. تخيل الفرق. ما هو ده اللي انا بتكلم عليه، ان الاهلي عظيم. الاهلي فخر لاي حد ان هو يكون بيشجع النادي الاهلي، وفخر لاي مصري زملكاوي اسماعيلاوي ايا كان هو بيشجع نادي ايه، ان يبقى عنده نادي زي النادي الاهلي، نادي القرن. فحضرتك بتتكلمي على نادي شبعان بطولات، ولكن الاختلافات ما بين في الاهداف ما بينهم طفيفه الى حد ما. طيب احنا معانا اتصال هاتفي دلوقتي، الكابتن ايوه الكابتن ماهر همام. طبعا نجم طبعا النادي الاهلي والمنتخب السابق. اهلا بيك معانا. اهلا بيك اهلا بيك كابتن ماهر، منور الدنيا يا كابتن والله. ربنا يخليك يا كابتن، حبيبي يا كابتن. كابتن ماهر، يعني في توقعات كثيرة بتألق النادي الأهلي في مباراة ذهاب أمام الوداد المغربي عفوا، بالطبع بعد تألقه مؤخرا وتوهجه يعني في مباريات عديدة. توقعات حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النادي الأهلي بيمر بأفضل الإدارية والفنية للفترة الحالية. يعني لو نلاحظ كده نرجع لورا شويه هنلاقي مثلا اختيارات مجلس اداره لمدير فني هيد كوتش زي كولر كان اختيار ايجابي بشكل كبير جدا من اداره محمود الخطيب. واختيار مستر كولر في خلال لافضل لعيبه موجود يمكن في العالم العربي والعالم الافريقي. لعيبه النادي الاهلي الموجودين حاليا اللي هم حوالي 25 لعيب من افضل اللعيبه اللي جم في هذه المرحله. طبعا مستر كولر من خلال ولايته قدر ان هو في خلال 17 18 اللي دول ان هو يحط منظومه فنيه واستراتيجيه بشكل كبير جدا لولايته لهذه المرحله. من خلال بدايته كانت بالملف الافريقي، قدر ان هو يوصل بالملف الافريقي الى المباراه النهائيه
مع الوداد ان شاء الله يوم 4 في مصر المباراه الاولى. يمكن كان في بعض الاخفاقات او بعض القلق بالنسبه ل يعني المرحله اللي قبل المجموعات، ودي يمكن كانت طبيعيه بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيمر مرحله له سنتين، لكن لما بيتخطاها بيوصل لنهايته كمان في البطوله. الحاجه الثانيه ان هو اشتغل في الملف الافريقي باستراتيجيه واحترافيه بشكل كبير. احنا يمكن عانينا السنوات الماضيه باصابه نجوم النادي الاهلي تكرار ان كان تثبيت التشكيل بيمثل عائق كبير جدا، ويمكن الاجهاد اللي وصل بيه اللعيبه والاصابات اللي ضربت بعض النجوم اثرت علينا في البطوله واثرت علينا في ضياع بطوله الكاس في خلال السنتين الماضيتين. لكن الراجل بشخصيته موضوع التدبير، ثم بعد كده 4 مباريات 5 مباريات عشان يريح اللعيبه. صحيح، يعني هم واجهوا بعض 11 مره، الاهلي فاز في 4 مباريات مقابل 3 للوداد و4 تعادل. تمام. فبرضه يعني الاختلافات الى حد ما ممكن نقول طفيفه، يعني مش بعيده قوي. هم زي ما حضرتك ذكرت كده الناديين ليهم باع كبير جدا في متشابهين بشكل كبير. يمكن النادي الاهلي يتفوق بعض الشيء، ليهم جماهيريه وشعبيه الاثنين طاغيه بشكل كبير. الوداد المغربي عنده جماهير وبتساند بشكل كبير جدا في دار البيضاء في مركب بن محمد الخامس في ملعبه. والنادي الاهلي عنده شعبيه كبيره جدا وجماهيريه واضحه وتاثيرها خلال 4 5 مباريات اللي فاتوا على اداء اللاعبين، وبيعتبروا رقم 1 يمكن في المباريات الماضيه جماهير النادي الاهلي. المباراه طبعا الاثنين وصلوا للقمه، بيعتبروا بطوله بحد ذاتها بالنسبه لهم. النادي الاهلي عنده خبرات اكتر من نادي الوداد، عنده لعيبه دوليين بيمثلوا منتخب مصر، عنده لعيبه بيمثلوا منتخب الاولمبي، عنده المحترفين موجودين على اعلى مستوى، عكس الوداد بيعاني بشكل كبير جدا. يمكن ما عندوش لعيبه بيمثلوا المنتخب المغربي، وما عندوش لعيبه محترفين افارقه بيصنعوا له الفارق. وده باين يا كابتن، بقاله يمكن 3 سنين او 4 سنين. كابتن ماهر. نعم كابتن، وده باين ما بعد دور المجموعات. الوداد تعثر قدام سيمبا وقدام سان داونز. الاهلي تحس ان هو فاق بعد المجموعات، بعد دور المجموعات، لان كولر عامل حاله كويسه جدا يا كابتن ماهر، وحضرتك ادرى مني طبعا. الروح رجعت للعيبه، ثبات التشكيل. انا شايف ان الاهلي في روح جديده. اكيد طبعا يا كابتن، زي ما حضرتك تفضلت كده ان الروح الجديده ديت هو اللي صنعها الهيد كوتش كمدير فني، ان هو العامل النفسي اللي بيتعامل فيه مع اللعيبه باحترافيه بشكل كبير. حبه للعيبه، حب اللعيبه ليه بيقربوا من بعض بشكل كبير جدا. اللعيبه كابتن وانت عارف لما بيحب المدرب بيضطر ان هو ينفذ له كل تعليمات الفنيه. بيلعب بروحين يا كابتن زي ما احنا اتعلمنا. بيلعب بروحين، برافو عليك زي ما انت ذكرت. طبعا روح الفنيه الحمراء بتطغو بشكل كبير جدا على اداء لعيبه النادي الاهلي في خلال هذه الفتره. والجماهير بتستشعر ان المنظومه اكتملت، يعني بيبقى جهاز فني قوي بالظبط، جهاز اداري قوي، لاعبين بيتم الاستفاده من كافه امكاناتهم. اتفضل يا كابتن. كل كمثلث عطيته طبعا والجهاز الفني والاداري، وبعدين طبعا الجماهير كمان اللي بتكمل دوت هي تاثير كبير في نجاح هذه المنظومه. مجلس اداره اللي بيدي ثقه بشكل كبير جدا وفي سبورت الظهر الجهاز الفني واللاعبين، برضه مكمل في المثلث اللي بيديره مؤسسه النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيمر في احسن عصوره الاداريه والفنيه مع كابتن محمود الخطيب. احنا بكره ان شاء الله طبعا في افتتاح الفرع الرابع من ضمن التاثير والتاثيرات الاداريه اللي بتخدم المنظومه بشكل كبير. صحيح. النادي الاهلي عنده استراتيجيه قصيره المدى مش قصيره المدى. النادي الاهلي بيشتغل للمستقبل او سنتين لقدام، ممكن 3، وده اللي بينجح المنظومه بشكل كبير. صحيح، ببناء اجيال وقيم ممتده، تاريخ ومبادئ وتطوير.
جزيلا تحت امرك. كابتن شكراً يا والنجم ماهر همام، شكرا جزيلا ليك. وبنستكمل معاك يا كابتن طلعت، وكنا توقفنا بالفعل عند مسألة صعود كل منهم، صعود كل من فريق الأهلي والوداد وصولا لهذه المباراة. وزي ما احنا قلنا ان كمان كان في ربما بعض الاختلافات، يعني الأهداف اللي دخلت في شباك نادي الوداد من النادي الأهلي 13 هدف، أما الأهداف اللي دخلت في شباك النادي الأهلي من الوداد المغربي 11 هدف. يعني صحيح في اختلاف ولكنه طفيف. طيب هي طبعا يعني الواحد دايما ما بيحسبلهاش بالاهداف اللي فاتت، انا بحسبها دايما بطريقه اللعب دلوقتي. انا كمدرب كوره دايما بشوف الاهلي بيلعب بطريقه ايه، الوداد بيلعب بطريقه ايه. الاهلي الطريقه دي هل هي تناسب ان يخترق دفاعات الوداد، ولا ممكن يبقى في طريقه تانية؟ الوداد بيلعب عنده بيعمل كثافه في نص الملعب، بيلعب 4-5-1. ايوه، يعني دايما بيبقى عنده كتله كبيره جدا في الماتشات اللي بره ملعبه. بيعمل كتله كبيره جدا في وسط ملعبه، لان اضعف خطوطه هي خط الدفاع بتاعه. الاهلي لو عايز يكسب الوداد لازم يسدد من بره. صن داونز جاب الجونين بكده. اي فرقه جابهم في الوداد. اختراقات دايما عشان تخترق الوداد لازم تسددي من بره. أيوة. لان كمان حتى الحارس بتاعهم يوسف المطيع مش هو على اعلى مستوى، هو برضو من نقاط الضعف اللي موجوده في الوداد. يبقى احنا دايما لازم نبقى اشاده الكولر ان هو الراجل بيقرا الوداد دلوقتي، بيشوف اني طريقه واني لعيبه تناسب ان الاهلي يخترق الوداد المغربي، وان شاء الله يبقى 2 أو 3 في القاهره عشان نرتاح هناك، لان هناك الجماهير تبقى صعبه جدا. حضرتك عارفه ان الوداد ليه جماهير رهيبه زي جماهير الاهلي طبعا. فالاهلي طريقه لعبه ان شاء الله تناسب ان هو يخترق الوداد. الاهلي عنده تشكيله فيه ثبات زي ما قلنا. الاهلي بيلعب بطريقه 4-2-3-1 عكس الوداد. الوداد بيغير الطريقه بتاعته في ملعبه وبيلعب ب2 مهاجمين غير واحد مهاجم، بيلعب بره ملعبه بواحد مهاجم فقط. الاهلي عنده الهدافين بتوعه هم على مدار الافريقي محمود كهربا 4 أهداف في البطوله، حسين الشحات 3 أهداف. اخطر لعيب عند الوداد هو هدافهم بولي سامبو، وده لعيب هداف جايب 3 أهداف. يبقى دايما في نقط كده معينه لازم نبقى عارفين ان الاهلي عنده نقط القوه بتاعته حسين الشحات. نقط القوه عند الوداد المغربي بتتمثل في المهاجم بتاعه اللي هو بولي سامبو ويحيى عطية الله. هم دول اخطر 2 في الوداد. اعتقد ان كولر فاهم الكلام ده، واعتقد ان بص كتير على الوداد، وده يطمنا ان شاء الله. وزي ما حضرتك بتقول هي كمان لازم تكون عمليه محسوبه طبعا. للغايه، خاصه في هذه المباراه، مباراه الذهاب، لان في الاياب يعني في جزء من المدرجات كان مغلق، دلوقتي اتفتح، فمعناها هتبقى الجماهير بالفعل هناك غفيره جدا وشرسه، او شرسه. فيبقى احنا خلينا نقول ان هي نطمن المفروض من هذه المباراه، مباراه خلينا نقول ان المباراه دي شوطين، كل شوط فيها 90 دقيقه. الشوط الاول في القاهره، الشوط الثاني في المغرب. ايوه صحيح. الشوط الاول لازم انا ابقى بلعب بحساب ان انا فعلا زي ما الكابتن ماهر قال ما يدخلش فيا اهداف، لان دخول هدف هنا بيفرق كتير جدا هناك. يبقى انا اول حاجه بامن دفاعاتي وبلعب بطريقه متوازنه، وده طريقه كولر على فكره. هو الراجل في طريقته كلها متوازنه، واهم ما يميز كولر هو الضغط العالي. ايوه، وده هو نقطة قوة أي فريق قوي زي مانشستر سيتي زي ليفربول. الضغط العالي إن الأهلي بيفقد الكورة يستردها في أقل من 10 ثواني. هو ده اللي بيميز الأهلي في الفترة الأخيرة كلها. صحيح. حضرتك تابعي كل ماتشات الأهلي هتلاقي إن الأهلي أول ما بيفقد الكورة عد على إيديكي 10 ثواني هتلاقي الأهلي بيسترد الكورة في ال10 ثواني. عظيم جدا. ودي قوة الأهلي. نتكلم بقى على اللعيبه اللي كانوا غايبين، يعني هيكون في عوده لقائد الفريق طبعا. حارس المرمى محمد الشناوي بعد تعافيه من الاصابه وبعد غيابه عن مباراه الترجي التونسي، وكمان مباريات 3 كانوا للاهلي، كان امام انبي وطلائع الجيش وسيراميكا. يعني توقعاتنا بعد هذا الغياب، توقعات حضرتك انه هيكون اداؤه عامل ازاي؟ طبعا هو بيتمرن وبيتجهز كويس قوي. الشناوي عنده خبرات، مش اصابه محتاجه وقت تاني عشان يرجع. لا طبعا الخبرات بتعوض الحاجات دي يا استاذه، لان دايما
اللعيب اللي عنده خبرات بيكتسب كل حاجه من الخبرات بتاعته. فانا لما اكون عندي خبرات وعندي اصابه بجهز بسرعه. كمان الاهلي بيمتلك جهاز طبي على اعلى مستوى. مدرب الاحمال اشتغل مع الشناوي من امبارح وشغالين بجاهزيه عاليه جدا. انا مش قلقان جدا من حراسه المرمى، الشناوي يبدا او علي لطفي او مصطفى شوبير، الثلاثه ما شاء الله اعلى من بعض، ولكن هو الشناوي هيبدا. انا مهمتي حمدي فتحي. انا عايز اقول لحضرتك ايوه بالظبط، ان حمدي لاعب فتحي الوسط حمدي من فتحي اهم لعيبه الاهلي في الفتره الاخيره هل دي. متوقع طبعا خوضه لهذه المباراه؟ لازم يبدا، لان حمدي فتحي هو حلقه وصل دفاعيا وهجوميا. هو اللعيب المحوري في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، بيدافع كويس قوي وبيكمل كويس قوي. فانا محتاج حمدي فتحي في هذه المباراه، لانه عنده النزعه الهجوميه. النزعه الهجوميه مهمه في هذه المباراه، لان حسين الشحات مش لوحده هيكفي. حمدي فتحي بيجيد كمان الكفر التغطيه من الجناب ورا حسين الشحات او ورا بيرسي تاو. فهو عنده رئتين زي ما بنقول كده على اي لعيب عنده الباور عالي شويه، بنقول عنده رئتين. فمهم جدا يبقى موجود في الملعب. طب ماذا عن غياب اكرم توفيق؟ اكرم طبعا اصابه كبيره ومؤثره جدا في النادي الاهلي، ولكن الاهلي ولاد. الاهلي دايما ولاده بيعوضوا الغيابات. محمد هاني بيجيد بطريقه كويسه قوي، وطبعا كريم برضو عنده الاصابه نفس الاصابه. فنتمنى ان هم عودتهم سريعا ان شاء الله باذن الله، لكن فتره هياخدوا فتره. تشكيل ممكن نقول ان هو متوقع لهذه المباراه؟ احنا قلنا التشكيل في ثبات. هنبدا بالشناوي، هنبدا باثنين سردباكات عبد المنعم ومحمود متولي. رايت هيبقى محمد هاني، في ليفت هيبقى علي معلول. هيلعب قدامهم اثنين ارتكاز، هيبقى ديانج وهيبقى معاه مروان، وقدامهم هيبقى حمدي فتحي. هيلعب في اليمين حسين الشحات، وهيلعب في الشمال بيرسي تاو، وهيلعب مهاجم كهرباء. ده افضل تشكيل للنادي الاهلي. كل التوفيق. الحكام يا رب. طبعا هم في 2 حكام، واحد هيبقى في القاهره مباراه الذهاب الليبي معتز ابراهيم، وهيبقى في مباراه المغرب الاثيوبي بملاك تاسيما. واعتقد ان الاثنين الحكام من الحكام الكويسين في افريقيا. واعتقد الحكم الاخير اللي حضرتك ذكرته دي اخر مباراه طبعا هياخدها تحكيميا. يعني احنا بقى مش عايزين نوصل للمرحله دي. احنا نخلص هنا، نروح هناك نبقى مرتاحين، ما نسيبش ان الحكم يديهم حاجه. ما هو الحكم لما بيلاقي النتيجه قريبه لبعضها، يعني 1-0 او 0-0 هنا تقلقك. ايوه صحيح، فتديله الفرصه ان هو يعمل لان حاجه، بيكون في امل كبير جدا أيوة. عند إن الفريق الاخر تاني. لكن انا هنا لو جبت 2-3 انا خلاص بخلص من هنا. أيوة. ان شاء الله يخلصوا من هنا يا رب ان شاء الله. يا رب. طيب نتكلم بقى على فريق الزمالك. وكان في مباراه خاضها امبارح امام طلائع الجيش، وموقفه في الدوري بشكل عام. الزمالك طبعا بيحتل المركز الرابع دلوقتي ب50 نقطه. الزمالك ده مش مركزه الطبيعي. الزمالك بيعاني الفتره الاخيره. أيوة. أساريو لحد الآن لم يكتشف كنوز لعيبة نادي الزمالك. الطريقة المثلى لإدارة نادي الزمالك حتى الآن بتدار بطريقة غلط. الراجل بيلعب بطريقة لا تناسب أبدا لعيبة نادي الزمالك. أعتقد إن هي فترة هتمر على نادي الزمالك السنة دي، هيطلع منها خالي الوفاض، مش هيبقى حصل على أي حاجة لا أفريقيا ولا محليا. نادي الزمالك نادي كبير ونادي عريق، ومهم جدا إن هو يبقى في أعلى مستوياته، لان دي اضافه للمنتخب الوطني. المنتخب من غير الاهلي والزمالك ما يبقاش منتخب. انا لعبت في نادي الزمالك واتشرف ان انا لعبت في نادي الزمالك. نادي الزمالك مهم جدا ان يبقى واقف على رجليه، ولكن دايما الفريق بيبدا من الاداره. الاداره عندها هدوء، عندها تركيز، اللعيبه كمان بينعكس عليها كده. صحيح. احنا شفنا الفتره الاخيره طبعا الاداره في نادي الزمالك في تذبذب في الاداره. المستشار هيمشي، مين اللي هيبقى ماسك اللجنه المؤقته. أيوة. فطبعا كل ده بينعكس على اللعيبه جزء من نادي الزمالك، ما هيش بعيده عن الفريق. فالله يكون في عونهم صراحه. الاهلي حتى الان 62 نقطه، بيليه 24 مباراه. يعني ناقص له كمان 5 مباريات عن كل الفرق. صحيح. بيليه بيراميدز 58 نقطة، وفيوتشر 54 نقطة، والزمالك زي ما حضرتك ذكرت في المركز الرابع 50 نقطة. نتكلم على الفرق مركز تاني وثالث، بيراميدز وفيوتشر. طبعا بيراميدز بيأدي آخر 3 سنين بثبات مستوى. هو بيطمع ان هو يبقى عنده بطولة، ولكن طبعا البلد اللي فيها النادي الاهلي او فيها نادي الزمالك صعب انك تاخد منه بطولة. اذا ما كانش الاهلي يبقى الزمالك. تمام. فبيراميدز ده موقع مميز بالنسبه له، انه يبقى تاني الدوري
متفوق على نادي الزمالك، متفوق على الاسماعيلي، على المقاولين، الانديه العريقه اللي احنا عارفينها دي كلها. والانديه الجماهيريه فطبعا ده انجاز للاداره بتاعته. طبعا الاتحاد السكندري، سموحه، انبي، الانديه القويه دي، فده انجاز للاداره بتاعته. طبعا عندهم اضافات قويه جدا. لا انا شايف ان بيراميدز بعد كماتشه كمان شايف ان هو عامل شغل كويس. البطوله العربيه والزمالك باذن الله المفروض ان هو هيكون متواجد فيها في شهر 7. توقعاتك؟ ما كنتش اتمنى ان الزمالك يدخل البطوله العربيه دلوقتي وهو في المستوى ده. الزمالك محتاج اعاده بناء لعيبه، محتاج يجيب لعيبه كويسه، محتاج يبقى في علاج نفسي قوي للعيبه، لان اللعيبه طبعا محبطه في الفتره الاخيره دي لعدم وصولهم في الدوري او حصولهم على المركز الاول او الثاني للمشاركات الافريقيه. كمان خروجهم من البطوله الافريقيه اخر المجموعه ده اثر جدا على اللعيبه. فانا شايف ان المشاركه دي مش مجديه لنادي الزمالك. الفرق اللي مع الزمالك في مجموعته؟ لا انا مش متابع هي فرق مين. النصر السعودي. فرقه قويه جدا طبعا. والشباب والاتحاد المنستيري. والاتحاد المنستيري. انا مش متابع لان انا بصراحه مش شايف انها بطوله قويه. دايما البطولات العربيه الاهلي بيعتذر عنها، الزمالك ما كانش بيدخلها كتير، اخر فرقه كانت موجوده فيها الاتحاد السكندري. فانا بحب اتابع الحاجات القويه، يعني ابطال افريقيا، الدوري المصري. طيب الدوري المصري رجعنا له تاني. رجعنا بقى المقاولين 41 نقطه. بص هو حلاوه الدوري المصري في القاع مش في المقدمه. المقدمه خلاص اتحسمت للاهلي، والاهلي بنسبه 95% خد الدوري. حلاوته بقى ايه في حرس الحدود 16 نقطه في الفرق الاخيره بقى. وطلايع الجيش 26 يعني انت دايما كل سنه كنا بنقول ايه، خلاص اللي هبطوا احنا عارفينهم. السنه دي لا، احنا مش عارفين. احنا عارفين ان الحرس هبط، احنا عارفين ان الجيش قريب، لكن ما قلناش هبط. يعني الحرس لا خلاص بنسبه 98% هبط، لان عنده 16 بونت. ايوه عنده 16 بونت من 28 مباراه. لا بعد جدا. الجيش عنده 26 نقطه. الجيش برضه في موقف صعب جدا. أيوة. لان الفرق اللي فوقيه بتكسب. الاسماعيلي والمقاولين دلوقتي بيلعبوا 1-1. الشوط الاول الهدف بتاع المقاولين اللي شفناه قبل ما ندخل هدف رائع بتاع سافيولا. طبعا فرقه المقاولين مع كابتن شوقي مختلفه جدا. السنه دي لها شكل تاني. السنه اللي فاتت كانت بتعاني من الهبوط برضو زي بقيه الفرق اللي موجوده. لا في شغل السنه دي في الدوري عظيم جدا. بمناسبه الشغل اللي في الدوري، اخبار الشغل اللي معمول في المصري البورسعيدي ايه؟ المصري يعني شايفين ان مع كابتن ميمي برضو ما هوش في اعلى مستوياته. المصري دلوقتي بيحتل المركز السابع او الثامن ب 40 نقطه. 40 نقطه ده مش مركز المصري عنده امكانيات تؤهله ان هو يبقى رابع او خامس الدوري. صحيح. يعني انا لما اقول بيراميدز امكانياته او المصري، لا المصري عنده لعيبه كويسه، ولكن هو حال الدوري ان احنا الانديه الجماهيريه بتاعتنا مش موجوده، فدي حاجه مش كويسه بالنسبه لي. انا كنت اتمنى ابقى الاهلي والزمالك والاتحاد والمحله الانديه اللي لها جماهير طبعا. الاتحاد بقى له 3 ماتشات بيخسر، مع انه كان بادئ كويس قوي، برضو عنده 40 نقطه. تحس ان في عدم ثبات في المستوى، ودي حاجه ما تطمنش للمنتخب بتاعنا. دايما لما تلاقي الفرق بتطلع شويه تنزل شويه، الفرق القويه كمان خاصه اللي بيتاخد منها للمنتخب، دي حاجه ما تطمنش، حاجه فنيا ما تطمنش. صحيح. لكن الاهلي ما شاء الله هو الوحيد اللي تحس ان هو ثابت، هو وبيراميدز وفيوتشر. ويفرح ان شاء الله الجماهير باذن الله بفوزه الاحد القادم ان شاء الله يا رب على الوداد المغربي. نبارك لكل جماهير الاهلي. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الكابتن طلعت اسماعيل مدرب الاهلي السابق وانبي الحالي. شكرا. بشكر حضرتك يا فندم، استمتعت بالحلقه المحترمه دي. شكرا جزيلا. الاستاذ محمد طلعت والاستاذ وليد والاستاذ احمد الانصاري، الناس كلها محترمه ما شاء الله. دايما فريق رياضه في رياضه. مشاهدينا استمتعنا مع حضراتكم بهذه الحلقه، ونتمنى انها تكون نالت اعجاب حضراتكم. مستنيين حضراتكم في حلقات تانية كتير، والى اللقاء. رياضه في الرياضه.